التغيير في ستايل السطح على الأوبن رود ديزاينر من أسهل ما يكون. كل مطلوب بس إن حضرتك بس تقرب من الحدود كده بتاع السطح. مجرد بس ما بتسلك مرة وبعدين بتيجي تقرب بالماوس كده، مش أكتر من إنك تقرب من الماوس. بيظهر لك هنا القائمة اللي في الجنب دي، بتضغط هنا على كلمة البروبرتيز أو الخصائص، بتضغط عليها كده بتفتح لك الخصائص بتاع السطح. مثلا أنا عايز أظهر الميجر كونتور وهي معمول لها أوف، فبقول له لا خليها أون. عايز مثلا أخليها الماينر كونتور كمان تظهر معايا، فبقول له أون. تمام. عايز مثلا اخفي تاني الماينر كونتور واظهر خطوط المثلثات او التريانجل. نفس الكلام بالنسبه لللو بوينت، النقط اللي هي اوطى نقط موجوده عندي على المسار، والهاي بوينت بنفس بنفس الطريقه. فلو جيت عملت اوف مثلا لكل الحاجات اللي موجوده عندي دي عشان بس يظهر معايا الكلام، هلاقي هنا بيقول لي دي النقط اللي هي المنخفضه اللي موجوده عندي، دي عباره عن لو بوينت، وكل نقطه مكتوب جنبها اللو بوينت الخاص بيها. تمام. طيب الخصائص او البروبرتيز بتاع السطح ده ممكن نظهرها منين تاني؟ ممكن بكل بساطة تيجي من الهوم كده وتفتح القائمة بشكل دايم بالضغط على العلامة دي، فبتفتح معاك القائمة في الجنب بالشكل ده. تمام. احنا ممكن نيجي هنا نقول له اوف للميجر كونتور، مش عايزين نظهر الميجر كونتور، وعايزين كمان نعمل اوف للبوينت او اللو بوينت، ونظهر الهاي بوينت. تمام. نظهر الهاي بوينت. دي النقط اللي هي الهاي بوينت، النقط اللي هي اعلى نقط او النقط الحرجه، اللي هي الهاي بوينت. طبعا لو بوينت والهاي بوينت بالنسبه لنا نقط بنسميها الكريتيكال بوينت او النقط الحرجه. السبوت لو انا عايز اظهر مناسيب على السطح كله، فبقول له هنا انا عايز سبوت، فبيظهر لي مناسيب بالشكل ده على السطح بتاعي. تمام. خلينا نقفل الكلام ده، نقول له اوف، وبعدين نيجي هنا عند الميجر كونتور مثلا ونظهرها بالشكل ده. انا مثلا عايز احرك السطح في 3D، فبضغط على العلامة دي وبعدين ببتدي اتحرك. هنلاحظ هنا ان السطح مش بيتحرك 3D، يعني السطح مش نفس فكرة الاوبجكت فيور، لا هو بيتحرك في ال 2D، بيلف معايا، بس كل اللي بيحصل له ان هو بيحصل له روتيت. طيب لو انا عايز الفه بشكل ثلاثي، كل المطلوب من حضرتك انك بتيجي هنا تغير الاكتيف فيو جروب دي، تخليها تخليها ديفولت 3D فيو. اضغط هنا ضغطة. تمام. قرب كده على السطح، وبعدين روح امسك السطح من هنا وتحرك الشكل الثلاثي اللي انت محتاجه بأي طريقة. خصائص تانية كتير هتلاقيها موجودة في القائمة دي. تابعنا، هنقدم كل جديد في البرنامج بشكل مبسط إن شاء الله رب العالمين.